الدوله اللي كانت مستعمره الصحراء هي اسبانيا مشات. القانون الدولي كيقول لك حتى ان هذه الدوله اللي كيقولوا هما اللجنه الرابعه على ان المغرب دوله محتله، اصلا هذه الصحراء مغربيه فوقاش كانت دوله، ما كايناش دوله. اذا مادام ما كاينش في المغرب الصحراء مغربيه، كاينه مبادره ديال مقترح الحكم الذاتي، الى قبلوها اهلا وسهلا، الى ما قبلوهاش قرارات امميه مقترح الذاتي وسالات استاذ. انت كتقول الصحراء مغربيه وتقول الحكم الذاتي، علاش؟ كاين الصحراء مغربيه هنا كاين نوع ديال اخي. شوف الصحراء الغربيه ولا الصحراء يعني هو كانت المساله ديالها من 1963 ملي كان الحسن الثاني طرحها في اللجنه الرابعه وقال على ان جيراننا كتستعمرهم اسبانيا، بغينا هاد الدوله هذه تستقل عن اسبانيا، واسبانيا ترفع ايدها عن الصحراء بما دامت يعني هي يعني دوله جاره. وجات الامور 73 ومن بعد جات المسيره اللي يعني قام بها الحسن الثاني، وهذه كانت يعني وين مشات الى طاح. واخا غير صبر اسمعني دابا واحد المساله، انت مغربي يا دكتور محمد. شوف انا في المنطقه اللي كانت فيها فرنسا، انا ما ندعي لا غير دابا واش انت مغربي ولا شنو دابا غير انت؟ الله غير انت قلت الحسن الثاني طرح الملف في اللجنه الرابعه لتصفيه الاستعمار، وقال على ان هاد اسبانيا خصها تعطي الاستقلال لهاد الدوله اللي مستعمرها. شنو سميت الدوله اللي كانت مستعمرها اسبانيا؟ تمام. الصحراء يا اخي. شوف الى سولتك انت بغيت، الى سولتك شوف الصحراء غادي نعطيك ثلاثه ديال الاسئله. هذه الدوله صاحبي شنو سميت هذه الدوله؟ كاينه شي دوله سميتها صحراء؟ هي لا غير قول لي شنو سميت هذه الدوله؟ والصحراء الغربيه اللي ما كتبغيها انت، ما تبغي هذا الاسم هذا، ولكن سميت الدوله الصحراء الغربيه. اصبر سقط القناع. الصحراء الغربيه راه موقع جغرافي، كاينه صحراء غربيه كاينه صحراء شرقيه. سميت الدوله اللي كانت مستعمره. راه هذا هو الاشكال. شو راه كاينه الصحراء الغربيه وكاينه الصحراء. لا اناقش البعث مخيمزو ولا اناقش البوليزاريو، لا اناقش البعث مخيمزو. سيري المخيمات. خليني باش يسمع واحد المساله. اسمعوا ديال البوليزاريو في حالتنا، نقين في هضرتنا، كنهضروا كلام منطقي. انت ضاربه فيك الشمس 70 درجه، عايش في قيطون، المخ ديالك ولا كيغلي بقوه الشمس، قريتي في باش ديال القيطون والسلك والبين ما داكش، تجي تقرينا دير فيها دكتور، زعما داير فيها انت دكتور. باش قلت لكم الخوت راهم كاينين خوانات الداخل بيناتنا ومندسين في قلب بيناتنا باش كنوضوا الفتنه. بحيث هاد الفتنه ديال اسمع، هاد الفتنه ديال الدكاتره اللي درتوها حتى هذا كان داخل معكم في اطار وخرجوا كيخلطوا بين المغاربه، ها هو باقي محتفظ على الدكتور. اذا قال لك اسبانيا كانت مستعمره، قال لهم الحسن الثاني عطيو الاستقلال للدوله. سميت الدوله قال لك الصحراء الغربيه، وراه غربيه راه موقع جغرافي، راه هذاك كتسمى واحد الرقعه جغرافيه. الصحراء كاينه صحراء كبيره الغربيه المغربيه، الصحراء قسمت من طرف فرنسا 1845، دات الجهه الشرقيه بقات واحد الصحراء. اذا هنايا فاش الحدود الحقه كنقولوا الصحراء مغربيه شرقيه، اذا اي صحراء هذه اللي فيها اسبانيا؟ الصحراء الغربيه، الموقع الاقاليم الجنوبيه بالصحراء الغربيه المغربيه. ما كايناش شي دوله سميتها الصحراء الغربيه. حتى هذا الجبهه الوهاب كتكلموا عليها كتقولوا الجبهه الصحراويه، الجبهه الديمقراطيه الشعبيه الصحراويه. ايوا علاش كتقولوا لها الصحراء الغربيه؟ فيها شي غربيه؟ جبهه الوهم فوقاش اسست الملف مطروح في 63 وانت هي الجبهه جات حتى 73 باش بدا التاسيس ديالها، وما اعترفوا بها حتى 1976. يعني نتوما سبقتوا حتى الاحداث. الملك الحسن الثاني طرح الملف ديال الصحراء المغربيه الغربيه في الامم المتحده من اجل تصفيه الاستعمار. شكون هو المستعمر؟ اسبانيا. شكون هي الدوله اللي مستعمره؟ هو المغرب. اين مستعمر؟ في اقاليمه الجنوبيه. هل اسبانيا في داخل المغرب؟ لا. هل هي في شمال المغرب؟ لا. هل هي في غرب المغرب؟ لا. اي المغرب اين باي منطقه؟ في الصحراء. هاد الصحراء واش هي كامله ديال اسبانيا؟ لا. الصحراء جنوب المغرب من جهه الغرب،
الصحراء الغربيه الجنوبيه من جهه الغرب. هي علاش كنقولوا الصحراء الشرقيه؟ هذيك الصحراء الشرقيه حتى هي من الجنوب ولكن من جهه الشرق، الشرق الجنوبي كنسميوه، فهمتي؟ ايوا سير ولدي قرا الجغرافيا وخرج مشى قيطون وشوف كما الله وعسى داك التبون وداك المخينزو اللي عندك تما، ديك الفلوس ما يبقاوش يمشيو يديوها لاوروبا، قولوا يديروا لكم شي اقسام ويديروا لكم فيهم الكليمه، حيت درجات الحراره كتاثر لك على المخ ديالك كيجرى، ما كتبقى تستحمل حتى حاجه تقراها. وثاني حاجه راه قراوكم غير المغاربه اللي كانوا وقعوا تما كاين اسرى من طرف الجزائريين وراه خرمزوا لكم الدعوه. هو كيقريك التاريخ، هو كيقريك العلوم، كيقريك الفيزياء وكيقول لك هذا النشاط العلمي راه مخرمزه لكم الدعوه، ما بقيتوا تفرقوا لا من هنا لا من هنا، حتى هذوك اللي ديتو تما قلت تستغلوهم راه مخرمزوا لكم المواره، بلا ما تجي عندي لا واه القانون ولا شي حاجه. الشين كي دايرين هذا مخنزو كي دايرين. تفضل اختي سهام وسمحوا لي لا طولت. اودي انا خويا كامل قبيله وانا نستنى. ويا طارق راني ماشي انا راني فهمتو نفيصل فهمتو، خصني نوصلوا باش تعرفوه يعني ندخل. معليش نصبر راني معاك. معليش الا كان شي اخر قبل مني ما عنديش مشكله اخي كامل. كنتسنى تفضلوا انا ما عنديش مشكله سي كامل، اعطي كل واحد حقه باش من هي الاولى. اوكي شكرا بيناتنا راه ما عنديش مشكل. شكرا بارك الله. سهام راه هي الاول خلاص. تفضلي اختي. الله يحفظك اخي كامل وطولنا في عمرك، وتحياتي للاخوان والاخوات اللي معنا في البث. الموضوع والله العظيم موضوع جميل اخي كامل، برافو ليك، لاننا اليوم بالضبط خاصنا اننا نبداو نوجهوا واحد التوجه ديالنا يمشي لذوك الخونات الداخل. حنا كنا دائما خدامين على الخونات الخارج، دابا اليوم كاين واحد التوجيه اننا خصنا. الله يجازيك بخير. واحد الكلمه بان لي بحال يمكن كامل راه يتسينيالا السلام عليكم. كبسوا باش ما بحال شي مرات كيتقطع الصوت، كبسوا الاخوان باش اللايف. شكرا. ما كاين مشكله سيدي. يعني الخونه ديال الداخل، انا غادي نقول لكم بان اليوم تم الحكم على واحد البوليزاريو اللي عنده الجنسيه موريتانيه، ولقاو بانه مدخل زي عسكري جايبو. هذا راه ساكن في المغرب مدخل زي العسكري، ومن يقلبوا التليفون ديالو كيلقاو بان عنده تواصل مع جبهه البوليزاريو. هادشي راه خطير اخوتي، خطير. وحنا كي كنقولوا تبان لينا شي حاجه هنا في التواصل الاجتماعي، يكونوا مؤثرين ولا غير مؤثرين ولا اخوان اللي عندهم كيحلوا تيك توك، ولا كتبان لهم شي حاجه افضح يماه فين ما يطلع في شي لايف فضحوه وعريه ما تبقاش تغطي عليه. حنا ما بقيناش كنقبلوا ديك القضيه. حنا عارفين بان الصحراء الغربيه الموقع لانها صحراء شرقيه، وهذا الكلمه ما كضرناش، ولكن الغريب في الامر هو اننا من حنا كمغاربه، انا كمغربيه ملي كنطلع نتكلم على الصحراء ما كنقولش الصحراء الغربيه، كنقول الصحراء المغربيه. كمال ملي كينطقها بنفس النطق، كذلك الاخوان المغاربه كينطقوها بنفس النطق، ما كنقولوش الغربيه. الانسان اللي كيكون ملي كيقولها وسورتو في التواصل الاجتماعي الا وعنده واحد الدلاله، هو انه باغي انه يضرب في ديك القضيه ديال القضيه الوطنيه. والاخ اللي كان هنا ودير راسو دكتور، انا غنقول لك سير تقرا. انا جاني باقي ما عندكش حتى المستوى ديال الابتدائي. اولا خصك تعرف بان انت قلتي الحكم كانت الصحراء مغربيه ما يكونش حكم ذاتي. يا خويا حنا عندنا في المغرب الجهويه الموسعه كاينه في المغرب كامل اخي، وحاول انك تشرح لنفسك شنو هو الحكم الذاتي. راه هي الجهويه الموسعه اللي عندنا في المغرب، فهمتي؟ حاول تفهمها باش تفيق من ديك القلبه، لانكم بزاف اللي كتمشيو راه حكم ذاتي راه صافي لا غيكون عندهم وما غادي يحكموا المناطق. لا خوتي، راه الجهويه الموسعه كاينه في المغرب كامل. وهذا الحكم الذاتي بحال غادي نقول لك واحد الابن ديال الجهويه الموسعه، نفس الشيء. راه ملي كتجي تقرا الطرح ديالو نفس الشيء. فانا كنقول هذا السيد هذا اللي جاي كيتكلم وكيقول هذا الهضره بحال هكا، انا كنقول له في عهد الحسن الثاني الله يرحمه ملي حط الملف في الامم المتحده في 1962 وكان كيطالب باسترجاع المناطق الجنوبيه من المستعمر الاسباني، راه ما كانش البوليزاريو خوتي، ما كاينش حس ديال البوليزاريو، ما كاينش. ياك 73 عاد تاسست ديك الحركه ديال المرتزقه. اذا الملك من 1962 هو حاط الملف. اما اليوم اللي كنشوفوا باننا حنا مازال في الامم المتحده على هذا الملف، انا غادي نقول لك لان كاين نزاع مفتعل من دول جاره
هذاك النزاع المفتعل وهذاك اللي نتوما كتقولوا بان راه حنا في حرب مع المغرب، راه جات الامم المتحده ومسحاتوا لكم، قالت لكم ما كايناش حرب، كاينه مناوشات، هادشي اللي كاين. كذلك حاولت انها تبين لك بان ما كاين قضيه الاستفتاء ولا داك تقرير المصير اللي كتحلم به هاد المرتزقه وكيحلم به النظام الجزائري، ما كاينش، حتى هو مسحاتوا لكم بالقومه، شطبات وحيداتوا لكم الامم المتحده. اذا هنا كنقول لك اخي، ملي غيطلع شي واحد يتكلم ولا غيتكلم على البلاد ولا يتكلم على المناطق الجنوبيه، حنا كنقولوا حنا مع بعضنا وخوتنا والمغاربه واللي كتفيه روح الوطنيه كيقول لك الصحراء مغربيه كتخرج له من قلبه لان هذيك ارضه ويموت عليها ويموت على حبه رمل. هذاك الاخ اللي فضح ديك السيده اللي كانت تولي انت الدكتور جاتك بان لا ما عندوش الحقيقه يسجلها، ولا الخائن يما خصو يتفضح، الخائن في يما كان خصو يتفضح ويتعرى، هذا هو اللي كاين. شكرا. انا اللي غادي نهضر. بارك الله فيك السيام. انا راه مغربي، الا كنتو تعطيوني كلمه انا لا مقبل وانا نستنى قبلك. معليش، المهم هي واحد فيكم سهلوا العمل لبعضياتكم. اخواننا المغاربه، خويا كمال كنشكرك بزاف، طلعتني واخا كمال نزروا النوبه ديالي والو. شكون انا قبلك اخويا، ولا بغيت تدخل يلا نستنى، معليش انا نصبر. معليش اخي العلوي، انتم جالسين اصاحبي واش يلا السي العلوي ولا السي امير، يلا انا نستنى ماشي مشكل. انا الاخوان اللي بنقول لكم، انا راه عاد يضيع مني، انا ماشي مستوى عالي، انا تنبغي غير نقول واحد جوج كلمات ولا ثلاثه، بغيت نتسنى الافكار ديالي دابا باش نقول داكشي اللي عندي. تكلم واحد فيكم. اوكي خويا كمال كنشكرك بزاف على من واحد تكلم العلوي الزروالي، تفضل. يلا كبسوا الاخوان. خلي العلوي الزروالي، حيت نتوما غادي مازال عادل غادي ناخذ معاك الكلمه. انت تبارك الله على خير كمال، كنحييك من مدينه طنجه. ماشي مشكل. تحياتي خويا العزيز. كنحيي الناس ديال فاس، كنحيي الناس ديال فاس ديال بافتوح واد فاس نارجيس، فهمتيني علاش فاس عزيزه عليا. ومنين عامل علوي الزروال يعني من بني زروال، يعني من دايره غساي، ربما تكون كتعرفها اخ كمال. اللي بغيت نقول لك ديال الخيانه، انا مجرد واحد الله يبقى تاع واحد الكلمه مزيونه في الاخ اسعد الشرعي، ردوني انا ماشي مواطن مغربي وخائن وربما جزائري، فهمتيني. يعني المغاربه حنا ربما مرضين مرض نفساني، يعني الا كنت معاك وبقيت كنشجع فيك وكنكبر بيك ربما غتقول انت برافو، ولكن ملي كتجي واحد اللحظه كنقول الراي اللي خاص بيا انا كيعيني، كيقول لك ربما انت خائن، ربما انت عياش، ربما فهمتيني. يعني المغاربه في هذه الساعه بالاخص في تيك توك دابا كاينه واحد الحرب ما بين المغاربه. تيك توك جا مجرد بحال المنظر ديال الاحزاب، هذا حزب اشتراكي، هذا حزب محافظ، هذا حزب اخواني، فهمتيني. يعني هذا مجرد اللايف الوحيد اللي كيعجبني اخ كمال بصراحه هو اللايف ديالك اخي كمال. خويا العلوي الله يخليك. شوف خويا العلوي، هذه المساله ديال اسعد الشرعي، انا نقول لك واحد انا كنختلف معاه 100% وما عنديش معاه وما كنحملوش، وهذاك خبيث. ولكني بالنسبه لي انت كمغربي الا كنتي مع الطرح ديالو، انا ماشي كنشوفك خائن ولا كنشوفك ماشي مغربي. اسمع اخي كمال، انا بيدي والله ما عندي معاه، انا بيدي شي معاه. برافو، يعني كتبقى انت حر في الراي ديالك، مشيتي عنده ولا جيتي ما عندي لا نحيد لك لا وطن. لا كنشوف انت حر، ما كندير كيتقلبوا. يعني معليش جاوز. ربما شوف، لا ربما شوف، انا كنشوفها ربما انت خطا، حيت كتمشي كتسمع لهذاك السيد وهو كيقوم بتجيوش الشعب المغربي على النظام الملكي، كيجي الشعب المغربي على النظام الملكي. انا كنشوفك ربما كتمشي كتلقى سموم، كنقول ربما انت راك خاطئ، لكن بالنسبه للناس اللي كيقول لك لا ما خصكش تمشيو يحيدوا لك الوطنيه، تعتبرهم في واحد الاطار ديال الخطا، ولكني ما عندك لاش تدخل معاهم في مشاحنات ولا في شي حاجه. يعني كتبقى يعني غير تعبير على الراي. هما لا قالوا كاع انت خائن، ما انت راك في بلادك عايش وكتمتع، ما يغركش الكلام ديالهم وما تحقدش عليهم، وغيجي واحد الوقت اللي كنا غنتفاهموا وغادي نكونوا خوت
يعني هذا هو اللي نقول لك. انا كنشوف المغاربه في المواقع البطوليه بحال الزلزال مشى كلشي، ما بقى فيها لا برقاني لا الا حتى حاجه، كلشي مشى. اخا كمال، الاخ ياسر صديقي كان طلع عنده الاخ ابرنوس، اخ يعني جميع الاخوان المغاربه وكنشجعهم. يعني انا كنقول لك هذه المده هذه رجعت يعني التيك توك بحال الممر الحمام طريو يعني فهمت. والاخ اسعد يعني واحد الانسان اللي كيجي المغرب وكيكبر بالمغرب وهذه كنقولوا له حنا مرحبا بك. يعني الحاجه الوحيده اللي يقول اي واحد كيجي المغرب كنقولوا له مرحبا بك. شكرا اخ كمال. الله يحفظك، الله يهدي ما خلق اخويا العلوي. انا خذ منك الكيس تنطلعوا معنا واحد الاخت الله عليها البارح كانت معنا مشاركه في هذا الموضوع. والقدوري تاخذ الكلمه ولا ناخذ اخويا؟ راه عندك الكونيومي ديالي، والله الا عندك الكونيومي ديالي عادي. الله يطول ديالي ما عنديش مشكله كمال الا بغى. انا ما عنديش بزاف، عندي دقيقه ولا ما كاملش خويا كمال. وانا اللي بغيت انا خويا كمال بغيت نرسل واحد الرساله من عندك. يلا غير خذوا الكلمه. الاخت جوهره، حيث انا استفزتني. انا من المهاجرين ديال في اوروبا، انا ما عنديش مستوى عالي باش نهضر ولا حاجه، تنبقى نتفرج انت من المتابعين ديالكم. ولكن قبيله راه استفزت المغاربه بزاف، كثرت عيقت. انا ما عجبتنيش. انا كنت نقول لا، هي عندها قسام مع انسان حر، انا ما عنديش علاقه. ولكن فاش ولات تستفز المغاربه راه ولات مكروهه بالنسبه لي. انا وليت كرهتها لانه ولا تخرج شي حوايج. وتنجي ديك هذا الاسعد القرعي ولا اسعد الشرعي كنت من المتابعين ديالو، تا هو ما عنده تا علاقه. دابا ملي حيدوا من عنده الاخوه المغاربه ما بقات عنده تا علاقه في سميتو في المغرب، ما بقات عنده تا علاقه. ملي حيدوا من عنده الناس بحالك انت وبحال ياسر وبحال سعيد ابرنوش وبحال الراي المغربي، ما بقاش عنده علاقه في تيك توك ولا حاجه. انا كنت من الناس اللي يتفرجوا والله العظيم الى كرهته. ما بقيتش حامل كاع باش انا داير متابعه عنده، ولكن كيطالعوا عنده شي وحدين انا تنسمع منهم تيمرضوني تيعصبوني، لانهم لا كنتي بتطلع هضر على راسك، ما تهضرش تسب واحد باش تطلع عنده، باش تهضر عليك انت ولا على الراي المغربي ولا على سعيد ابرنوش ولا على ياسر باش تطلع انت تلحس ليه. وداك الحوايج نكون فيالي هذوك الحوايج اللي تعجبنيش انا. طلع هضر على روحك. واخا خويا امير باش بابا نقول لي شنو. انا نعطيك غير واحد القضيه. دابا انت واحد الانسان حر وعطاك الله واحد العقل باش تفكر به، ما تبقاش غير دايرو تما ومتقل به. واخا انا غير نصيحه نعطيها لك هذه وصافي. انا سمعت هاد الناس اللي كاينين دابا خلافات بالنسبه لهذه جوهره، انا ما كندافع عليها ما والو، ولكن انا كنمشي في اطار العقل. الناس اللي عندهم صراع مع جوهره سمعتهم باذني وكاينين تسجيلات كيقولوا نحن لن نرضى ان تسب المراه الجزائريه من طرف المغاربه. لن نرضى ان تسب المراه الجزائريه من طرف المغاربه. فاذا بهم يقولون على ان جوهره جزائريه ويسبونها، اذا هنايا فاش كنشوفهم، اذا مادام انهم لا يرضون لها السب من طرف المغاربه، اذا ملي كيسبوها كيعتبروا على اساس انها مغربيه. عندهم صراعات شخصيه كيجيو كيستغلوكم كتنوضوا تضربوا في بعضياتكم. لا انا بالنسبه لي داك السيده منين هما ما كيبغيوش يسبوا الجزائريه، لا غير اسمعني ملي ما كيبغيوش يسبوا المراه الجزائريه وسير اللايفات راهم كلهم كيقول لك حنا ما كنسبوش المراه الجزائريه، واللي يسب المراه الجزائريه خصو يعتذر ليها. كيقولوها بزاف ويجيو يقولوا لكم حق هذيك الجزائريه سيروا سبوها نتوما. هذا النفاق كيتسمى. لذلك اخويا امير لا تكلف الا نفسك. عطاه الله عطاك. لا انا كنهضر على روحي. انا خويا كمال انا كنهضر تحياتي لك اخويا. انا كنهضر على روحي. قلت لك حاجه وحده قبيله. كمال الله يجازيك بخير. اسمح لي اختي نقول عيك كلمه. الله يجازيك بخير. خويا امير ملي كتهضر على روحك كلمه نقول عيك كلمه. الله يرحم الوالدين. انا بنقول كلمه. ولكن انا نقول لك واحد الكلمه سي امير. اسمعني اخي امير، اسمعني نقول لك واحد الكلمه. انا اللي ما كنفهمكمش نتوما خوتي المغاربه، هاد التيك توك فيه غرف كثيره. ملي كتكون في واحد اللايف وكيكون فيه واحد
واحد الموضوع خليه مني تخرج منه تدخل واحد اللايف اخر، ما تجيبش داكشي اللي كاين في داك اللايف وتجيبو اللايف اخر، لان هنا عند كامل كاين موضوع. حنا اليوم كنناقشوا الموضوع ديال الخونه الداخل، غنولي نناقشوا جوهره وياسين الشرعي وكذا. الله يرحم الوالدين اخوتي، والله الا كتضيعوا اللايفات قسما بالله، كتضيعوا اللايفات والله. انا ما كتهمني لا جوهره ولا ياسر ولا الشرعي ولا اي واحد، الموضوع مهم. الله يجازيك. شوف الله يخليك، الا كنا نتناقشوا في الموضوع ديال الصحراء خلونا في موضوع الصحراء. الا كان هذا غير هبط موضوع اخويا امير، لان هذا موضوع متجاوز، وموضوع اللي استهلك هذا اخويا كمال، ولكن الراس العيالات ما كيغلبوا العيالات. والله انا عندي معلومات مهمه، الله يجازيك ردا على هذاك المرتزق. لا ماشي كيغلبوا العيالات، لا غير صبروا. بارك الله فيك اختي حوريه، غير باش نفهموا. تعلم امير الشخص اللي كيخصك انت احتفظ به لنفسك ولا تشاركه مع غيرك. انت خويا انا كمان بغيت نقول لك، هذا نهضر على روحي حيت انا ضرني خاطري. انا اللي بغيت نقول لك كلمه، بغيت نقول لك ضرني خاطري علاه واحد الانسانه كنت نتابع انا كاع جميع التيك توك كامل، عمري ما تنابشت مع شي واحد ولا تقاسم مع شي واحد. هي تندخل تنقول كلمه ونهبط بحالي. هي ما عجبتنيش اليوم، هذا هو اللي قلت لك. انا ما قلتلكش انا عندي تابع انا هذا ولا هذا، انا تتعجبني انت كطلعني عندك كنقول كلمتي، ولكن البنات الله يهديهم واسمح لي. شكرا عليك، الله يحفظك خويا. خلي بارك الله فيك خويا امير، تحياتي لك. تفضل اختي، تفضل خويا عادل، ومن بعدك حوريه. خليونا في الاطار ديال الموضوع. سي كمال متفقين مع، تفضل اخويا عادل. عادل السلام عليكم. واخا وعليكم السلام. كنشكرك بزاف اخويا كمال، اول مره كنطلع عندك وكيعجبوني لي لايف ديالك بزاف. وي خويا كتسمعني؟ بارك الله فيك اخويا. الو كنسمع. كتسمعني؟ كيعجبني لي لايف ديالك وطلعت عندك اول مره. انا المغرب في قلبي، لو ماروك دو مون كور. انا شفت واحد لو مومون مع خوانه، مع الخونه نتاع الخارج، ويمكن يكون فيهم حتى تاع الداخل. ضربينا اخويا كمال، كاين واحد لافيل هنا سميتها مونطلاجولي، اللي كيكون فيها واحد عضو في مجلس البلدي سميتو الحمير، عضو من الجبهة بوليزاريو. كان عندنا مشكل كبير في مونطلاجولي، لان هذا السيد كان يطلع الاخوان المغاربه الصحراويين، يطلعهم من اسبانيا لفرنسا. المشكل تاع الخونه واش هو خويا كمال؟ عنده الورق تاع سبنيول كيطلع لفرنسا، وكيجي عند هذا رئيس مجلس البلدي وكيدير له الورق في اللجوء السياسيه. انا كان عندي تاكسيفون باش ندير لي فوتوكوبي، وكنت كندير لي فوتوكوبي ليهم، وكان بحال اللي كانت عندي تجربه. السيد جايب لي ورقه تاع سبنيول، كارت تاع سبنيول، وجاي لهنا باش واحد يدير له ايبرجومو باش يدير ديك اللجوء السياسيه. وداك اللي كيدير له ليبرجومو في لاكارت سيجور ديالو داير ريفوجي بوليتيك ماروكان، صحار ماروكا با صحارى ماروكا، ما كيكتبوا لهمش الصحراء. وعندي هاد الوثائق الا بغيت نصيفطهم لك اخويا كامل، ما عنديش مشكل. يعني هذا الحمير اللي كان في مجلس البلدي نتاع مونطلاجولي كان يتمشى بالامور تاع الوالد ديالو، راه معروف عند المخابرات ديالنا اللي كانت الجزائر كتخلصوا، وكينظم الحافلات باش يديروا في المظاهرات في اوروبا وفي بلاص ريبوبليك. كاين واحد الناحيه اخرى عاوداني اللي كاين شي ناس اخرين اللي كيجيو كيبغيو يديروا ديك اللجوء السياسيه غير باش يديروا الورق، ولكن كيطيحوا في واحد الفخ بينما هذاك خصو يجبر عليه بالسيف باش يتابعوا في المظاهرات. انا غادي ندير لك الورق، وغادي ندير لك اللجوء السياسيه، وغادي ندوموندي لك الريمي، وغادي ندوموندي لك هادي، بصح غادي تمشى بالخطه ديالي. فهمتنا خويا كمال اش كنقول؟ يعني كاين بزاف جنبي هذا الميساج يوصل للحكومه ديالنا، لان كاين بزاف اللي عندهم الورق تاع سبنيول وكيطلعوا لهنا لفرنسا ويديروا اللجوء السياسيه من عند هذا السيد هذا اللي رئيس نائب مجلس البلدي في مونطلاجولي، كيدير لهم اللجوء السياسيه هنا في فرنسا. يعني كيستافدوا بجوج تاع الدول، كيستافدوا بسبنيول لان سبنيول كتخلصهم
كتعطيهم واحد النسبه تاع الفلوس تاع اللجوء السياسيه، وكيجيو لفرنسا كيديروا عوده اللجوء السياسي، يعني كيتخلصوا بجوج تاع الجهات. وبغيت نعرف بان واش المغرب تخبروا هذا الشيء ولا لا. هذا هو الميساج اللي كنت باغي نوصلو. ولكن انا كنقولها كمغربي وافتخر بمغربيتي، انا كاع اللي درت له فوتوكوبي اللي خل الوطن وصلتو للامن ديالنا ازيد من 50 واحد. انا ماشي برقاق، ولا انا كندافع على الوطن ديالي، واللي ما بغاش يضرب راسو مع الحيط سي كومسا، لان الوطن ديالنا مازال ما درنا له والو. حنا لا خويا لا خويا عادي، انا ماشي قلت لك برقاق، دابا انت قلت لا 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 ما كنقولهاش لك، اللي كيسمعوني المعلومات توصل للسلطه المغربيه. غير اسمعني، اوبليجي بين ما انت راك قمتي بالدور ديال ذاك البطل، قمتي بالدور ديال المخابرات، قمتي بالدور ديال رجل الامن، قمتي بالدور على اتم وجه، يعني جميع المعلومات وصلتيهم لهم. يعني دابا هذاك الشيء اللي وصلتي له راه هما داروا. تفضل. انايا كنقول كمغربي، وكنقولها كاع الاخوان المغاربه، الوطن ديالنا مازال ما درت له والو انا كمغربي، لان الوطن ديالنا ماتوا جدودنا، ماتوا باواتنا باش حرروا ديك البلاد وتكرفصوا وتعذبوا. ماشي حنا ما تعذبناش هاد. وانا على الوطن ديالي بفلوسي وبالرزق اللي عندي لاجل الوطن ديالي. واقول هون في نهايه، الصحراء في مغربه والمغرب في صحرائه. وكاين الخونه بزاف، وكنشكر القنصل الجديد اللي عندنا في بونطواز، لان كانوا عندنا قناصله ما صالحينش، كنا نزقيو، كنا نضربوا الطابله، كنا نقولوا ما وديهاوش حتى كاين. اش كيقولوا لي؟ كيقول لك هذاك النائب راه يستنى باه يموت. اسمع مليح اش كنقول لك اخويا كمال، هذه راه عندي الشهود. ملي كنا نزقيو على القنصل اللي كان قبل هذا، كان يقول لنا راهم يستناو باه يموت. هذا السيد يستنى باه يموت باش يولي للبلاد، وهو كيطلع لك كل شيء الخونه كيطلعهم هنا. يعني ما كتفهمش هذا الشيء هذا. الحمد لله جا عندنا قنصل جديد جون خدام، منتجوا لي اكبر جاليه في العالم مغاربه، وكانوا حاكمينها المرتزقين. جا هذا القنصل هرس لهم كاع البيليات ديالهم، وهرس لهم كاع الرجلين ديالهم، وكنشكروا بزاف لانه كتجلس معاه وكتفهمه وكيفهمك وكذا. وهذه يعني في قضيه الوطن، وكنشكروا بزاف. حنايا دابا عندنا حفل في لو 18 نوفمبر. حنا كان معروف في المغرب بان ما يكونش حفل يكون فيه غير شطيح ورديح. الحمد لله هذا الحفل غادي تكون فيه ثقافه ورياضه، وغادي تكون فيه واحد ليماج على المغرب كامل، واش هو المغرب واش هكذا. وغادي يكونوا فيه نواب، يكونوا فيه برلمانيين فرنسيين اللي بالجهه ديال المغرب وكذا. يعني واحد وصافي ما نقدرش نزيد. احنا وطنيين ونبقاو دائما خوت وخصنا. وكنشكرك بزاف اخويا كامل على هذا الشيء اللي كديروا، وكنشكرك حتى الاخت سهام وكلشي الاخوان. ندافعوا على الوطن ديالنا، زيدوا ندافعوا، لان كاين المرتزقين. وبغيت الحكومه ديالي باش تراقب هاد الناس، لان هاد الناس اللي كيدخل بلا كارت سيجور تاع 7 مليون راه خصكم تفيريفيو واش عنده لا كارت سيجور نتاع فرنسا، واش فيها ريفوجي بوليتيك. كاينين بزاف اخويا كمال هادو، وعندي وكنوعدك غادي نصيفطهم لك واحد بواحد باش ما تقولش راني كنزيد فمي. عندي هذه حجج، لان كان عندي تاكسيفون كان يجيو كيجتمعوا هنا، ما كنتش نبين لهم بان ما كذا، ولكن كيديروا فوتوكوبي. انا كنت نسكاني كل شيء، والحمد لله وصلتوا لبلادي ووصلتوا للامن ديال بلادي، لان دفاع للوطن ديالي. وشكرا. كمال بارك الله فيك خويا عادل. المهم الدور اللي قمتي به راه ماشي تقول شكام ولا شي حاجه، انت راك كتحافظ على الامن والسلام ديال البلاد ديالك، وثاني حاجه كتضمن المستقبل والامن للوليدات ديالك باش ما يوقع حتى شي حاجه. شكرا لك على الافعال اللي قمتي بها والمساعده ديالك للسلطات والمعلومات اللي زودتيهم بها. بارك الله فيك. غنشوفوا هالانس وغنشوفوا موراها حوريه. هالانس كتقلق. لا علاش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا ينزل. السلام على الاخوان الاخوات الحاضرين. القديمه تفضلي اختي هالانس وراك حوريه. والله يا تبارك الله هي خلاص تعرفيها سهام. نعم تفضلي اختي سهام. مرحبا. طبعا اخي اجتهاد الناس هادو ملي كتكون واحد القضيه وكتشوفوا واحد الانسان
كيطلع اول حاجه بانه كيحاول يدافع ذاك الانسان اللي حنا كنتقدوه قام بواحد الخرجه اللي شويه هي ناقصه كمواطن مغربي او ادلى بواحد التصريح او دلا بواحد الجمله اللي شي شويه كتستفز المغاربه وكتلقاه كيدافع. فهذا بلا ما نكثروا معاه الحديث راه معروف. انا هذاك السيد منين كان هذا كتبت لك بوليزاريو، هذا مسترزق. منين دراتو كلمه الاسترزاق وانه قال مسترزق وكيدافع ديك الطريقه على ديك السيده، فهو اذا كيفند الكلام ديالها وهو معها، ومادام هو معها فهو معها، دابا هو تا هو راه معها. دابا حنا المغاربه كنبقاو نقولوا هذا وكندفعوا داكشي في حريه التعبير. راه حريه التعبير شيء والاستفزاز شيء اخر. الخونه خويا ديال الداخل راهما كثار، وراهما كثار في الداخل، راهما في الكليات، راهما في المؤسسات الاداريه ديال الدوله، وهما خونه. راهما كما قال الاخ مونطلا جولي كاينين كثار وعندهم واحد النفوذ، وإلا هضرتي ترعف. راهما موجودين ومكونين في المدارس المغربيه ومكونين في الكليات ومتخرجين بالشهادات المغربيه، وكما قال لك الاخ كيخرجوا البرا على باش يديروا الدراسات العليا، ومن تما كيبدوا التحويل ديالهم وكيديروا بانه لاجئ سياسي ولا كيحصل على الجنسيه الاسبانيه وكيبقى يضرب في المغرب اللي كبروا وكونوا وعطاه واحد المخ وعطاه المعلومات وعطاه واحد المركز باش انه تكون عنده واحد المركز في مجتمع اخر باش انه يتجاوب في الخارج. هذه خاصنا نردوا ليها الاولى. وما كاينينش الخونه غير من انهم دوك صحاب البوليزاريو، راهم كاينين خونه من ولاد البلاد. راك ملي كتجلس معاهم كتبدا تحدث معاهم كتلقاهم شي شويه يا اما كيأثروا عليهم هادو، يا اما كتأثر عليهم الهكاويين ولا الفكر الشيوعي ولا الفكر على حسب الدراسات ديالهم. فالانسان اننا حريه التعبير مرحبا، ناقش مشاكل ديالي ديال بلادي مرحبا، ولكن في واحد الاطار ديال الاحترام، ديال انني نحافظ على السمعه ديال بلادي والسمعه ديال الحكام ديالي، ونحاول نزيد القدام ونبني واحد المغرب لواحد الجاي اللي جاي، ماشي حنا اللي جا بغى يطلع بغى يهرس. اش هاد الفضيحه دابا اللي ولينا شفنا كل واحد بغى يتودد لواحد الانسان كيخصو يضرب فوق المغربي. حرام هاد القضيه هادي، انني ما نتفقش مع خويا المغربي في واحد الفكره ولا في واحد الفكر سياسي ولا ديني ولا اجتماعي شيء، ولا اني باش انني نتبدل الفلان ولا علان براني ولا ماشي براني ونضرب في خويا. لا، هذه هي اللي خاصنا نردوا ليها لولها. فهذاك الانسان من يطلع انا شميت ريحته وبحاله كاينين كتار. وشوفوا دابا راه اليوم واش اليوم ولا هاد يومين 3 ايام هذاك المغربي اللي كان داعشي اللي كان عنده افكار داعشيه وكيقول بغى لك الخلافه وكيسب الدوله وبعد خطرات كيسب بعد خطره كيشفر كل خطره وكيقول لك انا مهبول. ها هو لقات عليه القبض اسبانيا وراه هو في السجن دابا هذه 3 ايام. ولكن المشكل راه ماشي فيه هو، ماشي فيه غير هو خاي كمال، راه المشكل راه عنده اكثر من 4000 متتبع ديالو. خصنا نعرفوا دوك 4000 متتبع واش مشاو مع الفكر ديالو واللي كانوا كيصيفطوا ليه الورود واللي داعمين ديالهم. فهذا هما شكون هذا اختي؟ داك سعيد بن داده ولا بن قاد. سمحي لي نقول شكون، سمحي لي. هذا واحد الدري كيقول الامام ديال الجامع راه تيخرج باللايفات. عرفتيها كمال؟ ما عرفتوش انا. كمال عرفتيه؟ عرفتو انا. انا نقول سي راه كيخرج باللايفات ودير ضامن راسو انه راه ما غطى ليه حتى حاجه في اسبانيا. ويا اختي راه ما نكذبش عليك كما قلتي سهام، اسمح لي قطعت الكلمه الاخت ديالي، انا معاك في كل حاجه. عرفتي علاش؟ لان هذاك مزيان من اي خائن في اللايف ولا تحت اللايف ولا بالكتبه
خصنا نشوهوه كما قالت سهام، ماشي نقولوا حريه التعبير، لان هذا الانسان كما قالت الاخت حريص تمحي لي قطعتك، حتى هو كان مثبت راسو انه في اسبانيا وما غطرى ليه حتى شي حاجه، ولكن الدفعه ديال فلسطين دابا شدوه. وعلى سلامتك ملي قلتيها ليا راه قلبي كان واكلني عليه الغدايب كوما داو، غنموت غنموت. راه داير الاخ الياس داير الله يعرف عليه، لانه هو اللي كان قام بالبادره الاولى انه مشى شكا به البوليس ومشى شكا به هذاك الشيء. زيد على ذلك على هذه القضيه هذه شي بحال اللي كيتذكر الاخ ديالنا هذا عادل ولادي اللي كان كيتذكر على مونتلاجولي في باريس كانت مظاهره ديال الطبخ في افريقيا. واش كتعرفوا بان كوم هذا سميتو اللي انا مشات لي الكلمه ديالو اللجنه اللجنه اللي كيكومونديو منه الناس هذا الشيء ديال الحوايج وهذا سميتو ماشي الونزو لوطخ المهم انه ملي كتخرج البوندرول امازون اخي عندنا واحد الانسان ديالنا من العائله ديالنا كانت واحد المظاهره ديال الطبخ في افريقيا ومجموعين عليها في واحد الاداره مهمه في فرنسا. واش كتعرفوا بان البوندغول منين خرج ما كايناش الدرابو ديالنا مغربي وكاين الدرابو ديال بوليزاريو، ومنين دوك الناس ديالي انا من العائله منين تبغيو يستفروا كيفاش ما كايناش الرايه المغربيه، الوغ كل المغرب كان حاضر بالطبخ ديالو، كان حاضر بالطاجين وكان حاضر بزاف ديال الحوايج، ولكن ما كايناش الدرابو. العالم ديالنا المغرب ما كاينش هذاك ديال امازون. فمني جاي يستفسر لقى بان كاين نفوذ ديال بوليزاريو في ديك البلاصه. اذا منين كومونداو هذيك اللي فيها دوك لي بونطرول وما كاينش الدرابو ديال المغرب، باش تعرف البعد ان راه واحد لاكت اللي كيكون هو قليل وكتكون عنده واحد المعنى، ان الناس ما لقاوش الدرابو، كلاو طاجين مغربي وكلاو شي حاجه ديال المغرب، ولكن ما كاينش العالم المغربي. وشكون؟ لان كاين الوجود ديالهم، راهما كاينين في اوروبا، كاينين في اسبانيا، كاينين في فرنسا، كاينين في الانجليز. دابا راهما مشاو الدول العربيه، دابا غيمشيو لاسرائيل، راهما خدامين، وحنايا حريه التعبير. لا هما خدامين، عندك الحق اختي، هما خدامين. والدليل على ذلك ديك مخالف، الدليل على ديك الريستورا اللي كانت في مراكش حتى هي اللي كان المنيو ديالها فيه الدرابو ديال بوليزاريو داخل البلد. المنيو ديال بوليزاريو كيتسرب من مراكش يعني. لا غنخليهم يعتبروا ونزيدوا مازال نناقشوا معاهم حنا الليله في ديال الصحراء، وبانه شنو هو كاين الصحراء ولا شنو ما كاين الصحراء. الملف ديال الصحراء اللي كاين دابا اللي كاين في الامم المتحده اللي كيتناقشوا على الكيفيه ديال الحكم الذاتي. ما كاين لا تقرير مصير لا استفتاء لا حتى لا استقبوا، كاين دابا الكيفيه كيفاش انهم غادي يطبقوا داك الحكم الذاتي، وغيكون يشوفوا شكون اللي للمغرب وشكون اللي ماشي للمغرب. من غير هذا الشيء ما كاين لا استعمار ولا تحرير الاستعمار ولا حتى شي حاجه. الناس اللي كيقول لك لا بعدا ديجا البوليزاريو راه ما عندهمش تمثيليه في الامم المتحده، هذه خاصكم تعرفوها. هذاك اللي كان ممثل راه جراو عليه. راه المشكل ديالنا هي الجزائر، اما البوليزاريو راه ما هو الا اداه خدامه به الجزائر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خويا كمال الله يجازيك بخير. المشكل ديالنا اختي هو فرنسا. الواتساب الله يحفظك. كمال اخي صيفط لي الواتساب ديالك في البريد الله يحفظك. خويا كمال نقد ندخل واخا انت تنزل وكتب لي شي ميساج نصرد لك الواتساب. تفضل سي حوري، خليك معايا اخي، خليكم معايا، خلي يلا مرحبا اللي يبان لك. يلا تفضلي اختي حوريه. اولا بعدا كنحييك خويا كمال ونحيي الحاضرين معاك والناس اللي في الكاست اللي في يعني في التعليقات. في الحقيقه هذا الاخ اللي كان قبيل واللي تكلم دروك يعني حطوا واحد الاسبوع ديالهم واحد مكمن من مكامن الداء اللي هي هذا اللي كيتكلموا عليه سميتو عميره كاين في هاد مونت لاجولي. وانا مشيت لهاد مونت لاجولي
وكاين ناس من العائله ديالي اللي غادي نقول لك بانهم حتى هما يعني حرقوا لفرنسا وهذا سميتو ومع المرتزقه يعني، واللي ربما كانت من الاسباب ديال ديك الاحداث ديال قديميزيك. كانوا هاد الناس هادو ديال اللي كانوا مخططين، واللي لان كان مسموح لهم بالدخول مسموح لهم هما بالدخول مع انهم انفصاليين وطالبين اللجوء وهذا سميتو كيدخلوا بكل حريه للمغرب، يعني ما لا حسيب ولا رقيب. وهذه انا كنشوفها بانها خطا وخطا كبير، يعني اللي نورمالمون الدوله ديالنا خاصها توقف عليه. اي انسان طالب اللجوء باسم البوليزاريو ماشي من حقه يدخل المغرب، هذه خاصها تكون هذا. وقلت لك انا مشيت لمونت لاجولي وشفت هذا الانسان هذا كنعرفوا، يعني كنعرفوا اختي حوريه غير نقول على هذا الانسان هذا النائب هذا بانه راه جراو عليه بلا ميري وراه يتحكم راه لقاو عليه فضائح ديال الفساد المالي ولقاو عليه يعني مجموعه ديال الفضائح، ولكن واخا هكاك مازالوا متمكنين، فهمتي؟ يعني لانهم غرسوه هما شحال هذه ورا الاب ديالو ورث عليه الابن ديالو، يعني هما متمكنين من هذيك المنطقه، شارين الناس وشارين فرنسيين وشارين حتى مغاربه. يعني هذه المساله اللي خاصها تكون هي ان الدوله ديالنا خاصها هاد الناس اللي طالبين اللجوء في اي منطقه ويكونوا يعني باسم انهم طالبين اللجوء لانهم بوليزاريو لانهم مع المغرب، خاصهم يتوقفوا. ولكن اختي حوريه غير باش نفهم اللي راهم يتفرجونا دابا، هاد الناس اللي دخلوا لفرنسا وعطوهم لاكارت سيجور لجوء سياسي راه ملي كيمشيو للمغرب ما كيمشيوش بهاد لاكارت، كيمشيو بلاكارت تاع اسبانيول. باش تفهمي اخويا ما نعرف، يعني هما ما يقدروش يدخلوا بلاكارت نتاع ريفيجي بوليتيك. واش اجي نقول لك واش اخي كيديروا كيمشيو لاسبانيول واسبانيول كيدخلوا بلاكارت تاع اسبانيول. واش في نظرك اجي نقول لك واش انت في نظرك غادي تخفى على المخابرات ديال المغرب ولا ديال واش طالبين اللجوء ولا ما طالبينش اللجوء؟ راه هذوك الاسماء ديالهم راه يلسون نوطي، يعني راه باينين هذوك الناس اللي طالبين اللجوء. انا خويا الله يجازيك بخير خويا كمال، كما كنت ذكرت لك واحد المساله، حتى المساله ديال الكليه، يعني المساله الكليه انا كنت تحدثت لك على هذا بحكم اننا شويه ربما واحد هذا سميتو انتمائي يعني السياسي في واحد الفتره من الفترات، انتمائي لواحد الجماعه اسلاميه، كان شويه واحد التعاطف مع هاد الناس. واخا انا صحراوي وعندي ناس من العائله منهم وهذا وسميتو، قلت لك انا مشيت دخلت مع هاد الناس، اقسم بالله الا كانوا اجتماعات كيوصلوا حتى ل 100 واحد في واحد الجامع. انا كنقول لك الجامعه ديال محمد الخامس في الحي الجامعي السويسي كنا كنديروا اجتماعات حنا الصحراويين الانفصاليين. واخا انا ورجل مع بوليزاريو، يعني فين ما غيوكلوا راهم مع هاد الجهه اللي غيوكلوا معاها، سواء غيوكلوا هذوك الناس راهم خداو مناصب وخداو هذا الشيء، خلي هذا الشيء يحزوا في النفس وما غاديش نتحدث عليه بريك. انا البحث ديالي اللي تكلمت عليه الاخت ديالي، انا كنت دايره واحد الماستر ديالي في الكوبيراسيون انترناسيونال لو ديفلوبمون ريجيونال، والبحث ديالي ديال الماستر كان على الحكم الذاتي، كان على البروجي دو لوتونومي كوم سوليسيون باسيفيك دي صحراء اوكسيدونتال. هذه حتى واحد المساله اللي بغيت نشير لها، هو انني الاستاذه ديالي فرضت عليا انني نكتب اوكسيدونتال، فرضتها علي انني نكتبها، قالت لي مادام ان منطقه نزاع، وهذه حتى هي مساله خاص تشار لها، ان هذه المساله ديال اوكسيدونتال هما كيستغلوها، فبالتالي ان حتى في البحوث ديالنا ما خاصهاش تبقى سميتو، ما خاصش الاستاذ يفرض عليك انك دير البحث باسم اوكسيدونتال. كما قالت الاخت ديالي هذا الجهويه هذا الحكم الذاتي، انا بحث ديالي يعني انا كتاب درته على الحكم الذاتي داخل في اطار الجهويه الموسعه، يعني غير ما يكذب عليكم الكاذب ولا يقول لكم عن هذا الحكم الذاتي راهو زعما غادي تستقلوا، غادي يكون عندكم شي، راكم داخلين اي منطقه دريك في اطار الجهويه الموسعه، راه اعتبرها وكانها حكم ذاتي، غير باش يتهناو هذو الصحراويين لا يصدعوا لنا راسنا. وبالاشاره انا راني صحراويه، وبغيت الاخ كمال انا بغيت نوريك وثائق ديال الاب ديالي ملي كان الكاتب ديال حزب الاستقلال، وهذه وثائق كتعود لسنه 1956 و 1957 كتعود انا المنطقه ديال طنطا، واخا كيقول لك بانها ما دخلش منطقه نزاع ولكنها كانت تحت الاستعمار الاسباني.
اسباني، والاب ديالي الحمد لله الكولونيل الماجور احمد مولاي بويا هو الذي كان له الفضل انه انزل الرايه المغربيه وهذا التاريخ، وكان ملقب باسد الصحراء. وبغيت نوريك انا صورته ونوريك هذوك الوثائق اللي فيها ملي كان كاتب ديال حزب الاستقلال استلام الاسلحه واستسلام الدرابو المغربي، وفي الطومبون ديال هذا كان فيها الصحراء المغربيه. كنت من انا ما عرفتش انا بيا كنت مسينيه عليا من هذا، يعني كانوا عاطيني 10 ايام ديال هذا سميتو. الا قديت تصيفط لي الكاميرا اخي كمال باش نوريك هذوك الوثائق باش نسكتوا علينا هاد الناس هادو، لانه في سنه 1956 كانت كتسمى الصحراء المغربيه، ما كانت كتسمى شي ثاني. والاب ديالي كان من المقاومين العظام الحمد لله برفقه صحراويين، وهذا صحراوي ابن صحراوي راهم يعرفوا شكون هو احمد مولاي بويا، يعرفوه. لا حوريه خي كمال اختي حوريه. انا غير باش نتفاعل معاك. شوف القضيه ديال الصحراء الغربيه كان قال الحسن الثاني الله يرحمه، وهو كان شوف هو كنعرفوا بانه كان ذكي جدا، وكان كيعرف شنو كيقول، يعني كيحسب الكلمات ديالو. راه هما صحفيين اللي كانوا كيعتبروا ناسهم من الاذكياء في العالم، وكان كيتواجه معاهم وكان دقيق في المعلومات ديالو وفي الكلام ديالو. الكلمه اللي قال فيها انها صحراء غربيه قالها لان للذكرى حسب الجغرافيا بان هناك صحراء شرقيه اللي كتنتمي للمغرب واللي ما عمرنا ما غنسمحوا فيها. اما حنا كمغاربه وحبنا للوطن صحراء مغربيه، واللي كيقول غيرها فهو هذا انا كنوضع عليه علامه الاستفهام. غنكمل. هذا هو الاب ديالي وهذا راه يعرفوه مزيان، هذا هو اللي كان واقف لهم على الحدود. باقي في هذا هو الحمد لله راه عنده. نعم اخي لا توفى الله يرحمه. الله يرحمه ويسع عليه. وراه عنده الوسام ديال الحماله الكبرى، يعني الوسام ديال الحماله الكبرى اللي كنتو تعرفوا عن الجنرال بالخير يلاه مؤخرا عاد شدوا. الاب ديالي شارك في حرب الرمال، شارك في حرب الرمال، وكان في المقاومه، وكان مجموعه ديال المعارك اللي انا ربما من الاسباب اللي كانت سينياله عليهم وانني كنذكر المعارك اللي خاضوها المغاربه الصحراويين خاضوها في الصحراء. وكنقول الاخوان المغاربه ديالي انهم يعرفوها ويعرفوا عن الصحراء وعن المغرب، عنهم قاموا وكانت مقاومه شرسه، واللي كان كيمدهم بالسلاح هو الملك المغرب. وكنبغي دائما واحد المساله كنبغي نشير لها ربما لهادو الصحراويين اللي عادوا يتصنتوا، نقول لهم عن الخزو والعار اللي كان يقول الاب ديالي، كان يقول لك خالق الرجاله والرجيجيله ومهمر وحمر اللديجات، عنكم لا رجيجيله وحمر اللديجات اللي عدتوا ترضاو لانفسكم انكم الكراغله يعودوا هما اللي مسيرين لكم. هذه كاع كافيكم الفضاحه عن شنقرشين الريحه، وعن واحد اسمه ما نقدو كاع ننطقوه يعود هو اللي يسيركم. فضيحه من الفضائح. انا كنقول لهم نهز راسي عاليا انني نقول انني جزء من المملكه المغربيه اللي عندها تاريخ عظيم لا تشرئب له الاعناق. فضاحه كاع عليكم انكم تقبلوا ان دويله الجزائر اللي هي مازالت مقاطعه، وانا كنسميها يعني كيان وسرطان ديال افريقيا، لان هذا موضوع كبير اللي غنتحدثوا عليه يعني ان شاء الله من بعد ملي نتكلموا على الافعال ديال هذا السرطان اللي غرسته فرنسا في الجانب ديالنا. يعني كيفاش انا صحراوي اللي كان نعتز بالاصل ديالي ونعتز بالجذور ديالي، ونرضى عن الكراغله، عن هذوك اللي كانوا حتى العثمانيين لا يقبلون لهم انهم يكونوا معهم في الجيش الانكشاري. فضاحه كاع عليكم. كانوا حاكمينهم عبيد العثمانيين، وهذوك عبيد العثمانيين كانوا مانعينهم من انهم يكونوا مكون في الجيش الانكشاري. هذا كاع كافيكم الفضاحه، وهذا كاع اللي غادي نقول لكم. اختي حوريه ورينا داك الكاشي تاع 56 باش نوريوه للدكتور. انا غنقول لك اختي حوريه الله يرحم لي ربك. هادشي اللي غنقول. انا غادي نقول لك انا غنوريك هاي الوثيقه الاولى باش نوريوها لذاك الدكتور اللي بغى يدخلها. ها هو خويا هذا الدكتور، هذاك راه ولا اسم دكتور. تفرج ها هو شوف، ها هو الكاشي. هذه الوثيقه شوفوا الكاشي راه حزب الاستقلال، فرع حزب الاستقلال طنطان، الصحراء المغربيه. راه احمد مولاي بن مغربيه صحيح. راه الصحراء المغربيه. الله يحفظك اخويا كامل على هذا اللايف، الله يحفظك. فرع الاستقلال، اسمع، فرع حزب الاستقلال بطنطان. شنو هذه؟ سنه 13 شهر 8 1956.
56 يا فيها راه على الخط ديال الله 1956. سمعت راه الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. عليه افضل الصلوات والسلام. مسدسات نوع إستات بورصة ومقدار من القرطاس المسدس المذكور، ومقدار المسدس تاسع طويل، ومقدار من مقدار يعني هما راه يعني مليمتر. وهذا راه الخط ذاك الخط انا ما كنفهمو مزيان. ومقدار من القرطاس الخمسيه. المهم يعني انه استلم يعني اسلحه من هذا سميتو. توصلت من عند السيد مبارك بن البشير. المهم هذا سميتو بمركز تفنيديت. التاريخ وثيقة مهمة هذه يا حورية. هذه وثيقة ديال الأب ديالي، ولا بغاو يمشيو يشوفوا يديروا لها كيفاش من سنة كتعود له هذه الوثيقة، أنا مستعدة، ما عندي مشكل. يمكن لك تحطيها في الكونت ديالك ويدخلوا الإخوان ياخذوها من تما. لا ما نعطيوها. شوف راني غادي ندير لكم وثيقة أخرى. هذه وثيقة تعرضت في المقار ديال مدينة طنطان، ديال الذاكرة ديال حفظ الذاكرة. درقي وجهك هذا حيدي ديك الصورة اختي، حيدي ديك الصورة ديالك الله يرضي عليك. فوالا أنا دايرة الصورة اللي في البيسي راه غادي يصوروها ياخذوها. ما تبينيش الصورة اللي في البيسي. هذه ديال بالإسبانية. هذه ما نعرف نتكلم في هذه، فيها بأنه ستان مراية مغربية. ومهم هذه كتعود لسنة 22 كتعود ل 22 شهر 5 57 1957. أحمد مولاي بويا، فرع حزب الاستقلال طنطان. شنو هذيك؟ الصحراء المغربية. والله اخويا كمال لي لايف ديالك غادي يهضروا عليك في التاريخ ان شاء الله. هادشي ما كانش كاع معروف اخويا كمال. وكاينين وثائق اخرى اخي ان شاء الله باذن الله يتم نعرضوها لكم باش تعرفوا شنو هذا سميتو. انا كاع اللي كنتعجب له هي سميتو. اسمحوا لي غير سد لي عافاك الكاميرا خويا. سد الكاميرا اختي، سد الكاميرا. ما عرفتش نسدها بيا. سد لها اخي كامل. قلبي الكاميرا، قلبي غير الكاميرا وقيلا. لا ما عنديش دابا راه كنت